السلام عليكم، أنا طالع أتكلم على ماتش الأهلي وسموحة في الدوري، بس قبل أي كلام كده يا ريت كولر يعرف إن دايمًا مش معظم الأوقات لأ دايمًا كلام الجمهور دايمًا بيبقى صح، أصل أنا الأهلي لمّا تيجي تصنّف أنت أقوى فرقة في مصر وأقوى فرقة في أفريقيا، ليه أنزل ألعب كل الماتشات ب2 لعيبة 6؟ ليه دايمًا ألعب بأكرم توفيق وجنبه مروان عطية، مروان عطية والسولية، أنا مش نازل أعمل ده، أنا نازل أنا الطرف الأقوى، أنا الطرف اللي المفروض يكسب، فإن أنا ألعب ب2 6 لأ، أنا ممكن أكون لو أنا نازل خناقة ألعب ب2 6 إنما غير كده ليه ألعب ب2 6 ليه ألجأ لده؟ ده عمل إيه؟ الثنائية اللي هي بتاعة قفشة وإمام عاشور عملت تنوعية في الأداء، كان في تعدُّد في أشكال الهجمات كتير جدًا، يعني كان عندك من العمق ومن الأطراف، كل ده ليه؟ علشان في تنوُّعية، في حلول، في حلول في التِلت الهجومي. الأهلي نازل الماتش ما عندوش أي حاجة غير ال3 نقط، هو عايز ال3 نقط، فالأهلي كان بادئ الماتش بضغط عالي جدًا على سموحة، بدليل إن سموحة ما كانش عارف يطلع بالكورة خالص، يعني حتى في أول 10 دقايق من كتر ما هُم عايزين يطلعوا بالكورة بس مش عارفين، شُفنا أخطاء دفاعية، يعني في أول 10 دقايق تقريبًا في فرصتين. الفرصة اللي هي بتاعة إن أكرم بيطلع شُفنا فرصتين، الفرصتين دول كانوا واحدة منهم أكرم طلع بالكورة بين أكرم كان بيباصي الكورة بين الخطوط طول الشوط الأول وكان ناجح في ده جدًا، تحرُّكات إمام وقفشة بين الخطوط كانت سامحة لأكرم إن هو يلعب بين الخطوط وكان الأهلي ناجح فيها جدًا، وكان عمّال يعمل فرص، بس كانت ناقصة اللمسة اللي هي اللي قبل الأخيرة، دايمًا اللمسة بتاعة إمام عاشور في الشوط الأول بتاعة إمام عاشور أو قفشة لمّا الكورة بتيجي لهم اللي هي اللي قبل الأخيرة الثرو كان بيبقى جامد شوية، بس وجينا في الدقيقة 8 أو 7 شُفنا النيجيري اللي هو أبو بكر ده والّا أبو بكار ساب الكورة تطُب قدّامه كذا مرّة، 3 مرّات تقريبًا أو مرّتين، قام يحيى عطية الله واخدها منه في قلب ال18 بس قام شايطها واحدة من تحت لفوق كده شوطة بكية، فالأهلي بادئ ضاغط سموحة جدًا، سموحة مش عارف يطلع بالكورة. وجينا بعد كده أكرم في الدقيقة 24 كانت فرصة من أكرم برضه شاط من برّه ال18 وده حل من الحلول اللي الأهلي ما يعني مش بيستغلّه كويس، الأهلي اللعيبة مش بتشوط من برّه ال18 أنا فرقة واقفة قدّامي متكتلة وواقفة بتدافع خلاص يبقى إن أنا أشوط من برّه ال18 ده حل من ضمن الحلول، اللعيبة تقريبًا ما عندهاش الثقة بتخاف تعمله، هو أكرم شاطها شوطة في السما، بس ده حل من ضمن الحلول وممكن ألجأ له في أوقات كتير جدًا. نيجي بعد كده في الدقيقة 26 الجون الملغي بتاع وسام أبو علي وهو هدف ملغي صحيح يعني، هدف صح إن هو يتلغي يعني، كورة هي دي بقى التنوعية في الأداء اللي هو إيه، قفشة، قفشة ادّى الكورة للدبيس، الكورة للدبيس ادّاها له، قام الدبيس مدّيها تاني لقفشة اتحرّك له تحرُّك كويس جدًا، قرّب له، قام الدبيس ادّاها له، الدبيس من وهو بيقطع في خط الضهر قفشة ما استناش على الكورة، على طول ادّاها له through pass قبل ما يبقى offside عرضية ممتازة، عرضية perfect ممتازة جدًا، لوسام أبو علي اللي هو ما أعرفش ليه سَنَد أصلًا على اللعيب وبعد كده قام حاططها، الكورة دي كانت ممكن تيجي جون وكان ممكن يلعب عليها من غير الفاول خالص، ما كانش محتاج إن هو يعمل عليها فاول لإنه ما كانش بعيد عنها، كان ممكن يعمل كده من غير الفاول اللي هو عمله ده. بس هدف ملغي صحيح للنادي الأهلي، بعدين شُفنا فرصة غريبة بتضيع من إمام عاشور، قفشة في الدقيقة 34 لَف بالملعب، يعني هو رايح بالكورة كده، لَف بالملعب، لَف بالكورة سوّح الملعب كلّه، وادّى اللعيبة كلّها كده وقام لافف بيها، قام حاططها through لإمام اللي هو أنت في ال18 الكورة دي ما اتشاطتش على الجون ليه أنا مش عارف، هو ما شاطهاش قام مريّحها تاني لوسام تحت كده، قامت الكورة طبعًا المدافع قطعها. كورة زي دي في ال18 في موقف زي ده لأ تتشاط. بعد كده لقطة الشوط الأول، لقطة الهدف بتاع قفشة. قفشة هو نجم الشوط الأول ونجم المباراة كمان بالنسبة لي رغم إن إمام عاشور هو اللي خدها، بس قفشة هو نجم الماتش. عمل كل حاجة في الشوط الأول، بيعمل كده يودّي إمام، يعمل كده يودّي وسام أبو علي، هو نجم الشوط الأول.
كورة متعرّضة بالمسطرة من كريم الدبيس اللي كان عامل ماتش كويس جدًا، لا قفشة بيطلع يحطها، الكورة بتدّي للي يستحقها. عامل ماتش وعامل أداء كويس جدًا، وبيلعب السهل، بيلعب بسلاسة كده، ما بيطوّلش الكورة في رجليه، مش هاقعد أستلمها لحد ما المدافعين يقفوا وينظّموا نَفْسهم والكورة تطول في رجلي وممكن تتقطع، لأ، الكورة محتاجة من لمسة واحدة باودّي، محتاجة إن أنا أسندها الأول وبعد كده أو أباصيها للي جنبي، أعملها through. بيلعب بسلاسة، الكورة بتكافئه، بيحط هدف ونجم المباراة بالنسبة لي، ودي نقطة تحوّل في الماتش. الشوط التاني بيبدأ بهدف لإمام عاشور اللي هو بيخلّص الماتش خالص، وهي دي التنوعية في الأداء اللي إحنا بنتكلم عليها ليه؟ لإن الجون ده حسين الشحات استلم الكورة من على الطرف، دخل لقلب الملعب بالكورة، وأسامة أبو علي خد مكانه فخد معاه طبيعي الباك ومدافع، إمام عاشور قطع بين الخطوط، شايف التنوعية في الأداء والحركة الغير متوقعة من اللعيبة اللي هي بتبرجل المدافعين. إمام عاشور قطع كويس أوي من خط من ورا خط الضهر، الكورة طبعًا ما فيهاش offside وبيقط الجون، والهدف التاني اللي هو بيخلّص الماتش خالص. الشوط التاني بيبدأ بهدف لإمام عاشور بيخلّص على الماتش بقى خالص. حسين بيستلم الكورة بيدخل لقلب الملعب، وسام أبو علي بياخد مكانه، إمام عاشور بيتحرك في ضهر الدفاع، حسين بيحطها له في وقت ممتاز مش offside، متحرك في ضهر الدفاع كويس جدًا، كورة ما فيهاش أي حاجة، بيقط الجون بيحط الهدف التاني. دي التنوعية في الأداء اللي إحنا بنتكلم عليها، وده يرجع لإيه بقى؟ لإنك بادئ صح، التشكيلة صح، ففي أريحية في الأداء. في حاجة بقى أخيرة، إن دفاع الأهلي في التغطيات سيء جدًا، رامي ربيعة وياسر إبراهيم في التغطيات سيئين جدًا، أي كرة عرضية خطرة على الأهلي، سواء العرضيات دي من اللعب، عرضية في اللعب نفسه أو كور ثابتة، كور من على خط ال18 أو الكورنرات، أي حد بيطلع بيلعب الكورة بأريحية، ما بيبقاش في أصلًا حد متابع معاه. يعني الأهلي عامل أداء كويس، كان الماتش ممكن يفرط خالص ويبوظ خالص بحاجة ما لهاش أي لازمة، ما لهاش أي 30 لازمة. الدقيقة 72 والدقيقة 74 كورتين ورا بعض، كرة في العارضة هنا وكرة في العارضة هنا، ما فيش أي متابعة. حسام حسن بيحط كرة واحدة، كرة في العارضة من كورنر تقريبًا لو أنا فاكر كويس، كرة من الكورنر في العارضة، والدقيقة 74 حسام حسن برضه بيلعب عرضية لمحمد سالم بيحط كرة في العارضة. أداء الأهلي عامةً كان كويس، بس الدفاع التغطيات العكسية سيئة جدًا.